وقال لك البنات دول اكيد ده كان بمزاجهم. اكتر حاجة وجعتني في العمل ان نسبة البنات اللي ممكن تكون بتتعرض للحادث ده مش قليلة. وحشتوني وحشتوني بجد، مبسوطة ان انا براجع معاكم الاعمال. هنا اوقات كتير ببقى مش عارفة اراجع معاكم الاعمال في فيديو طويل كده ولا ألمها في فيديو صغير، بس بحس ان في اعمال انا محتاجة ادي حقها. لا، العمل يا جماعة يستحق ان انا اتكلم عنه براحتي وباستفاضة، ويستحق ان انتوا تعرفوا عنه اكتر. في نفس الوقت في اعمال بتستحق فعليا ان انا اتكلم عنها، بس بيبقى في فيديو صغير لان العمل تفاصيله بتبقى بسيطة. مش بقلل من ده او بمدح في ده، بس انتوا فاهمين قصدي. اي كان يعني حمسوني واكتبوا لي في الكومنتات كده بتعملوا ايه الفترة دي، وبتحبوا مراجعاتي الطويلة اكتر ولا بتحبوا ان انا اراجع لكم كده الاعمال في فيديوهات قصيره. اي كان انتوا محتاجين تتابعوا هنا الفيديوهات الطويله والفيديوهات القصيره عشان الاتنين بينزل عليهم مراجعات مختلفه. ويلا بينا، يلا بينا عشان مراجعه النهارده مهمه قوي. روايه النهارده لو مش واخدين بالكم يعني هي روايه بتلات مقطوفه. ده تاني عمل أقرأه لداليا محمد ماهر، والرواية دي من إصدار دار الرسم بالكلمات، وتقييمي ليها كان 5 من 5. وليه؟ عشان أنا اتصدمت، واتصدمت صدمة خلتني كده اللحظة أنا بفكر في قضية. هي مش هقولكم ما جاتش على بالي، لا هي بتيجي على بالي، بس ما حسيتش ان انا موجوعة قوي كده وانا بقرأ قضية شبه القواضي دي قبل كده. فخلونا نركب المايك ونكمل كلامنا صح. القضية دي دايما لما بتحصل او الكارثة دي لما بتقع بيبقى في الاغلب المشكلة بتتحط على البنت. اكيد لبسها كان ملفت، اكيد شكلها كان في حاجة، اكيد هي اللي جارت، اكيد هي اللي فتحت كلام، اكيد واكيد واكيد بيبقى الاسقاطات كتيرة جدا على البنت. مع ان ما بيبقاش كده. عارفة ان جه في بالكم قضيتين دلوقتي، بس القضية دي هي الصعبة فيهم بجد. بنتين زي الورد بجد، تقى وشروق. الناس واهلهم والكوكب كله بيشيد باخلاقهم ولبسهم، طريقة تعاملهم وتدينهم. فليه يتعرضوا لده؟ تقى وشروق هم أبطال بثلاث مقطوفة، والأحداث كلها بتدور عليهم. زي أي يوم طبيعي دراسي بيصحوا البنتين وقت الفجرية عشان يصلوا ويجهزوا للكلية. الكاتبة هنا أصرت إنها توصف لنا كانوا لابسين ايه، فتعالوا نشوف مع بعض كانوا لابسين ايه. الكاتبة هنا بتوصف لنا لبس شروق، لبس بنطلون ابيض فضفاض. احنا عارفين لما بنلبس بنطلون فضفاض بيبقى عامل ازاي، مع قميص ازرق طويل، ده غير الجاكيت الصوف فوقيهم، حجاب ابيض طويل يصل لنصف الجاكيت اللي كانت لابساه. خيلتوا معايا المشهد، دي كانت شروق، فستان ازرق غامق وحجاب ابيض طويل. وده كان لبس البنتين بعد صلاة الفجر وهم نازلين يروحوا الجامعة، وبيتقابلوا البنتين وبيركبوا الأتوبيس. في اللحظة دي بيطلع اتنين يركبوا وراهم، ومن هنا بتبدأ الحكاية فعليا. واحدة من البنتين كان مكتوب كتابها فعليا، والبنت التانية كان فاضل أيام أو أسابيع على كتب كتابها، والاتنين في الالتزام زي ما قلت لكم مفيش شبيه. لكن في نفس اليوم اللي نازلين في الجامعة بنتفاجئ إن طه وشروق اللي ملتزمين بمواعيدهم ما بيرجعوش البيت. دوروا عليهم في كل مكان، تقى وشروق مش موجودين. وصلوا الجامعة او ما وصلوش محدش عارف، كل بيجري وبيدور في المستشفيات وفي الاقسام، والصراحة مفيش اي خبر. بس الكارثة كانت في اللي حصل. بعد ساعات مش قليلة بيكتشفوا ان تقى وشروق في المستشفى وفي حالة حرجة، ضرب، تعذيب غير ملامحهم. واحدة دخلت في غيبوبة والتانية احتمال تفوق. ايه اللي حصل اللي وصلهم لكده؟ محدش عارف. كل اللي معروف ان هم تعرضوا لحاجة من أبشع الجرائم. بنتين ملهمش أعداء، مين اللي يقدر يعمل فيهم كده؟ أو ليه يختار دول أصلا؟ بيمر الوقت وتقى بتبدأ تستجيب للعلاج وبتبدأ تفوق. أما شروق فهي بترفض الواقع وما بترضاش تفوق. بتبدأ رحلة معاها إنه يحاولوا يخلوا الناس القريبة منها أو اللي كانوا مصدر أمان ليها إن هم يدخلوا الأوضة عليها يحاولوا يكلموها، جايز لما تسمعهم تطمن وتفوق. وقتها بيبقى الحمل كله على تقى. ايه اللي حصل؟ ورحتوا فين؟ ورحتوا ازاي؟ وازاي وصلتوا لكده؟ قررت تقى انها تتكلم، انها تعبر عن مشاعرها، وانها تمشي في طريق القضية. في حين ان جوز اختها كان شايف اللي هو عيب، انت عايزة تفضحينا؟ ايه اللي بتقولي ده؟ الصراحة الصحافة الصفراء ما كذبتش خبر، وقال لك البنات دول اكيد ده كان بمزاجهم، اكيد كانوا عارفين الشابين دول وراحوا معاهم. بس لا، بنتين اتخطفوا واتغمت عينيهم، وللأسف ما كانوش عارفين أي حاجة
ولا حتى مين الشخصين دول، بس تقى الوحيدة كانت عارفة تميز مين الشخص ده. الموضوع بقى رأي عام، والناس ما بترحمش، والأهل مش عارفين يعملوا ايه. من كتر القيل والقالة يجوا مع تقى يضغطوا عليها شوية ان تنزلي وهتتفضحي وهتبقى كارثة. وقتها تقى بترفض وبتقف قصادهم لغاية أهلها ما بيحسوا إن هم محرجين. ازاي يقولوا لها كده، وازاي ما يبقوش ليها مصدر أمان. وده كان أسوأ إحساس حاساه تقى وشروق كانت حاساه، إن ازاي أهلي اللي هم المفروض مصدر أمان إنهم معايا دايما مقدروش يحموني من الجريمة دي. تقى الشخص اللي كان مكتوب كتاب عليه كان شايف إنه مهما يحصل مش هيتخلى عنه، رغم إن أهله كان داخل في صراع معاهم. خطيب شروق كان كذلك مصمم إنه هيكمل معاه، بل كان عايز وهي في فترة الغيبوبة يكتب الكتاب. نعم الدنيا طبطبت عليهم في وجود أهلهم وشركاء حياتهم، بس الباقي ما كانش كده. القضية بقت قضية رأي عام، والكل بقى بيقطع في ثروتهم بشكل بشع. تقى أول مرة قصاد المحكمة لوحدها، وتقرر تقول كل اللي عارفاه، كل اللي كانت فاهماه من غير شروق، برغم انها كانت في اشد الاحتياج ان شروق صاحبتها تكون معاها. للاسف المحامين ما بيكدبوش خبر في القضايا اللي زي دي، خصوصا لما يبقوا مع الجاني ما عندهمش مشكلة يتهموا في الشرف والعرض. الموضوع بيبقى بشع، انت حالف القسم، انت طالع تدافع في ايه؟ ولكن تقى ما اتهزتش من الموضوع ده وكملت لحد ما شروق وقفت معاها بعد ما فاقت، وقدروا ان هم يسندوا بعض ويكملوا في دراستهم ويدافعوا عن شرفهم. قضية وجعت قلبي مع اول مشهد، انا وقعت عيني عليه. حسيت اللي هو اللحظة قد ايه الناس والمجتمع بيبقى قاسي في بعض القضايا اللي هو ما ينفعش يبقوا بالقساوة دي عليهم. ازاي اصلا في ناس مؤذية بالشكل ده؟ والله يا رب احفظ بناتنا ووعي عقول المجتمع بانه ما نبقاش كده، وما ينفعش نبقى كده. الرواية من امتع الروايات اللي انا قرأتها السنة دي. كاتبة شاطرة بتناقش قضايا صح، ولما ما بتناقش قضايا بعينها فالجزء النفسي اللي دايما بتتكلم عنه يبقى حرفيا مؤثر. وده اللي بيخليني دايما انا متحمسه لاي عمل هي بتكتب. ده تاني عمل اقراه لها بعد يمكنك قتل وحشك، وانا متحمسه للي جاي. يعني هي تقريبا بدات تكتب في العمل الثالث، واللي هو يلا بسرعه. انا مستنيه العمل الثالث يعني، صدقيني. العمل ده تقييمي ليه زي ما قلت لكم 5/5، ما ينفعش يكون اقل من كده. اتمنى انكم تقراوه وتقولوا لي رايكم. والعمل ده ما يناسبش اي حد تحت سن 18. اقل من كده ما احبش ان حد يقرا حاجة توجع قوي كده. ولكن ربنا يحفظكم جميعا، واشوفكم على خير في مراجعة جديدة. باي باي.